أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطعم سهارة عبر بكرة تي في. اليوم راح تكون وجبتنا دمها خفيف، راح نروح على الشمال، على المطبخ الشمالي احنا بنسميه، اللي هي صينية الكواج. كواج اللي هي ميكس أو خليط من الخضروات إضافة للحمة الخروف راس العصفور الصغيرة. راح نبدأ في المقادير. أنا أحتاج تقريبا 300 جرام من لحمة راس العصفور الخروف، بدهن شوي صغيرة، وبعدين زي ما قلنا نستخدم الخضار المتوفرة. كواج يعني كل شيء متوفر من خضار البيت. هذه الأكلة الشمالية إيش بسموها؟ عندنا هون زي ما قلنا الفطر بتوفر الكوسة، البصل، البتنجان، البروكلي، حبات بطاطا، حبات بندورة شيري، حبات بندورة حمر. بتوفر عندنا فاصوليا. هاي الأكلة إلها مسمى في المطبخ الشمالي، إلها مسمى كثير مهم اسمها تلفتي حواليكي. نرجع لطبقنا زي ما قلنا. اليوم احنا رح نستخدم زي ما قلنا علبة او صينية الفويل او الالومنيوم الاستخدام لمرة واحدة او مرتين ممكن نستخدمها. طبعا زي ما قلنا الصينية هذه من منتجات سانو سوشي، صينية كثير مميزة، السماكة فيها كويسة وبتتحمل درجة حرارة ممتازة. نبدأ في تحضير المقادير. راح ابلش بهذا الشكل. حبات كوسة، استغرب ست البيت هلا كيف احنا بنعد طبقنا بكل هاي السهوله. القيمه الغذائيه ممكن نشوفها بالالوان. اذا ما عندنا ثقافه مطبخ او ثقافه غذائيه صحيه في مجال المطبخ، نطلع على الالوان، كل ما لونا بنحصل على قيمه غذائيه عاليه. راس بصل، تقدر تحط راسين بصل اذا بحبوا البصل اولادها. تومه حطيت انا راس كامل، حط حبتين من البطاطا. هذه الرغبة ست البيت. المقادير ست البيت بتحددها حسب خبرتها في الاستهلاك. كل ما كانت الكمية قليلة كل ما كان أفضل. يعني لما بيسألوا الشفات دائما، اليوم الطعام صار علم وصناعة، بيسألوا الشفات شو أطيب أكلة أنت بتحبها أو بتتميز فيها؟ سؤال صعب بالنسبة لنا لأنه إحنا مهنية، بس إحنا بنقول للناس أطيب أكلة ممكن تاكلها وأنت جوعان. فيش أكلة محددة، وأنت جوعان ممكن تلاقي أي أكلة في الدنيا زي كده. لهيك الثقافات، كل شعب له ثقافة طعام وأدوات طعام وطريقة تناول طعام. وإحنا كمجتمعات مثلا خلينا نقول يعني إسلامية أو مسيحية أو بغض النظر، إحنا دائما بنخضع للشروط الدينية في تناول طعامنا وتحضيره. من أهم الثقافات إنه إحنا لازم ناكل وإحنا جوعانين، بس مش ناكل وإحنا شبعانين، أساس نتناول الطعام بلذة. هذه كتير معلومة مهمة. لازم نترك حالنا لنجوع بعدين ناكل، مش ناكل وإحنا مش جوعانين، ما بنستلذ في الطعام أو بنستطعم فيه. حط فلفل حر زاكي ومحفز لنشاط الدورة الدموية، خاصة لما تكون طازة بهذا الشكل. راح أحط أنا تفاحة خضراء تعطيني طعم كثير طيب. صار عندنا خير الله كثير. بدي ألون، شايف الأحمر مفقود عندي. هاي فلفلة حلوة طبعاً. نقول دائما الفلفل الحلوة حتى لو نتناولها مش بالطبخ، لأنه مخازن للفيتامين سي ممتازة جدا، خاصة للأولاد الصغار أو الأطفال أو الجيل الناشئ. وعندنا البندورة أساسي في هذا الطبق. يعني الطبق مثل هذا الطبق ممكن الرجل يعده، مش بس ست البيت. ممكن يوقف المطبخ ويجتهد هذاك النهار ويعمل وجبة الإفطار. خليه يخف، يعني خليه يحرك دمه شوية صغيرة. وأكلاته زاكيات رح يطلعوا، حتى لو ما زبطش طبخاته أكيد رح ينبسطوا أولاده، لأنه هو بادر. وشيء مميز إنه أبوهم يعمل لهم الإفطار هذاك النهار. حطيت أنا اللحمة هون، بلش أبهر ملحة، بهاراتي
خفيفه ورشه من الفلفل الاسود بس. ليش؟ رح اعتمد على نكهه زيت الزيتون، تقريبا نص كوب من زيت الزيتون بدي اضيف. وبستخدم زي ما قلنا دائما زيت الزيتون بدي الحق شويه زيت من زيت الذره، زي ما قلنا زيت الذره استخدمنا انطوان شفحة الصافي بهذا الشكل. ممكن اضيف زهرات من البروكلي بس للزينه واللون. بهذا الشكل سهل على ست البيت الاكل، ما يكونش معقد. عمل هيك. قلنا دائما بدنا 1 كوب من الماء الحار اساس ناخذ الصوص يصير فيها تعسيله. الالوان بتعطيني القيمه عمالها، بتعطيني الطعمه قبل الطبخ. رح تحتاج بالفرن تقريبا ساعه. بالبدايه بنبدا على درجه حراره 280 لمده ثلث ساعه 20 دقيقه، بعدين بننوس الفرن بنخليه على 180 وبنتركه باقي الوقت لمده ساعه على اساس تتهنى. بدنا شيء تغلى، احنا بدنا اياها يعني تتهدى على اساس تضل الحبه واقفه، وبنغلفها مباشره. سهولة التغليف زي ما حكينا دائما بدنا نغلف بهذا الشكل، ربط نربط اساس نحبس الحرارة. وزي ما قلنا استخدمنا كمان منتجات سانو سوشي ورق الفول او ورق الالومنيوم اساس نجمع البخار وما يتعرض للحرارة المباشرة ويحترق، ونحافظ على الزوم او العصاره بهذا الشكل ربط. وبهذا الوقت ست البيت لما تحطها بالفرن ممكن تعملها شويه رز على الجنب على اساس تغنى الاكله، يصير فيها يعني كربوهيدرات او نشويات، تتكامل الاكله. وهيك صحتين وعافيه. حلقتين تكون انتهت اليوم، انتظرونا بحلقه جديده.